والله العظيم يا جدعان، ضحك للركب، ضحك للركب. انا عايزك بس تهدى يا استاذ عمرو اديب. ايه ده، وصلى على النبي بس كده. ايه ده، وصلى على النبي. الموضوع مش بالسهل، صحتك، صحتك والله. انا قلقان عليك والله، انا خايف عليك يا استاذ عمرو اديب. بعد تعادل الزمالك النهارده وفوز الاهلي. إيه، ما بقاش طبيعي، ما بقاش طبيعي. يعني انا مش فاهم هو بيقول ايه. يعني انت فاهم اللي هو دخل كل حاجه في بعض كده. انت عايز توصل لايه؟ مصر كلها قالت كلمه من 3 حروف اللي هم ايه؟ ما انت برضو يعني ايه؟ انت خدتنا كده في اتجاه انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم حاجه. فين العداله؟ فين مش عارف ايه؟ فين الكوره؟ فين اهي؟ الكوره اهي. انت ما لقيتش كوره او عداله في ماتش الزمالك. انا مالي؟ تعالى اتفرج على الاهلي وانت هتلاقي كوره، وهتلاقي الدنيا حلوه وجميله ووان تو وجوان وحركات يا باشا وزيزو بيعمل عرضيات، وهاني يا جدع، ده هاني بيعمل عرضيات. هاني عمل اسيست الجول الاول، وزيزو عمل اسيست الجول التاني. يعني احنا عندنا كوره على فكره يا استاذ عمرو، عندنا كوره. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى ده يا جماعه؟ ايه اللي بيجرى ده يا جماعه؟ يا جماعه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا استاذ عمرو، والله الدنيا بسيطه، الدنيا هاديه. واحنا الاهلي بيكسب يبقى مصر كلها مبسوطه. انت قلت كده، الاهلي بيكسب يبقى مصر كلها مبسوطه. احنا مبسوطين، احنا جمال. الدنيا معانا حلوه، الدنيا معانا حلوه. عارف ليه بقى؟ اقول لك انا. هو الشوط التاني خلاص هيبدا اهو. اقول لك ليه بقى الدنيا معانا حلوه يا استاذ عمرو. عشان اديناكم. ما احنا لما اديناكم الدنيا حلوت، فاهم؟ الاهلي قبل ماتش الزمالك شيء، وبعد ماتش الزمالك شيء تاني خالص. وصل لك؟ يعني الاهلي قبل ما يكسب الزمالك كان حاجه، كان تايه، كان مش عارف هو عايز ايه. كانت الدنيا عندنا هايصه، ومشاكل في اوضه اللبس، ومشاكل في اوضه في غرف العاملين، ومشاكل مش عارف فين، والخطيب مش عايز يترشح، والدنيا والحكايه والروايه ودنيا وحركات. كان عندنا حوارات، كان عندنا ايه؟ حوارات. اه كان عندنا حوارات جامده كمان. تمام. كسبنا الزمالك. ايه اللي جرى؟ وايه اللي حصل؟ الدنيا بقت هاديه، الدنيا بقت جميله، الدنيا بقت زبادي في الخلاط. ايه زبادي في الخلاط؟ اه زبادي في الخلاط، والدنيا جميله. فانت انا عايزك تهدى بس يا استاذ عمرو. اهدى على نفسك خالص كده، الموضوع مش مستاهل كل اللي انت بتعمله ده في نفسك يعني. حرام عليك صحتك، صحتك، يعني حرام عليك. انا مش عارف انت ليه يعني بطل تشجع. يعني انت بطل تشجع كوره، الدنيا هتبقى حلوه معاك، هتتبسط، هتبقى مبسوط، هتبقى رايق، فاهم؟ انما اللي انت بتعمله في نفسك ده حرام يا راجل. صح، انا خايف عليك على فكره، هي مش حاجه تانية. انا خايف عليك مش اكتر من كده. فلو انت مش خايف على نفسك، لا، في جمهور يا استاذ عمرو بيحبك وبيخاف عليك. شفت الجون كوكا النهارده؟ شفت جون كوكا؟ ايه رايك؟ طب شفت جون ياسين مرعي؟ ايه رأيك بجد؟ ايه رايك؟ طب شفت جون غزل المحله؟ ايه رايك؟ كلمنا على الاجوان، كلمنا على اللعب، كلمنا على الاداء. انت راجل مش برنامجك مش بتاع كوره، صح؟ ولكن انت زملكاوي بتفهم في الكوره. على فكره يا جماعه، الزملكاويه بيفهموا في الكوره جدا. يعني 99% من جمهور الزمالك بيفهموا قوي في الكوره. بيلد اب بقى وحركات، بيفهموا قوي 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 في الكوره. عكس جمهور الاهلي ده اللي ما بيفهمش كوره اصلا، ما بيفهمش كوره. فانا متاكد يا استاذ عمرو ان انت راجل كوير وبتفهم كوره قوي. طب ما تكلمني بقى في الكوره بقى، وتحلل لنا بقى الاجوان. يعني جون الزمالك النهارده الاول، والله ما عارف مين اللي جابه. واحد جديد كده اول مره يلعب مع الزمالك، احمد مش عارف ايه ولا حاجه رأفت، مش عارف، مش فاكر اسمه يعني. حلل لنا الجون ده. طب حلل لنا الجون بتاع غزل المحل. طب حلل لنا الجون بتاع كوكا. العرضيه بتاعت هاني، شفت والله العرضيه دي انت فاهم رطبت كده على قلبي. بجد والله. طب حلل لنا الاسيست بتاع زيزو بتاع الجون التاني بتاع الاهلي النهارده في كهرباء الاسماعيليه، اللي هو سجله مين؟ ياسين مرعي. يعني انت فاهمني، كلمنا كوره.
انما ايه بقى اللي هو ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ما مفيش حاجه. ما انا مش فاهم منك حاجه. ما انا مش فاهم انت عايز توصل ليه اصلا. انا مش فاهم انت عاوز توصل ليه اصلا. ايه اللي انت عايز توصل له؟ انا والله ما اعرف. عايز تقول يعني الحكام من جملتها في ايه؟ امين عمر النهارده مفيش حالات اساسا، انت فاهم اللي هي ايه؟ تقول لك اه والله ده الحكم هنا بيجامل. لا مفيش، يعني مفيش. حتى في ماتش الزمالك ما كانش فيه حاجه برضو. في جون اتسجل وبتاع، بس لمسه يد وباينه لو الكره ما طلعتش بره. اللي هي الجون اللي اتسجل للزمالك في غزل المحله، لو الكره ما طلعتش بره تمام، انا شايفها ان هي طلعت كلها. بس حتى لو ما طلعتش، لمست في ايد شيكو بانزا قبل ما تخش الجون. فاللي هو يعني حتى لو مش لو الكرة مش ضربة مرمى هتبقى لمسة يد. هي اتحسبت لمسة يد الأول، اتحسبت ضربة مرمى وبعد كده اتحسبت لمسة يد. يعني هي أصلا أنا شفتها كذا مرة لمسة يد فعلا، والله والله ما فيهاش أي هري يعني. فأنا ما شفتش ليك النهاردة أي حاجة الحكم جه عليك فيها. وما شفتش أي حاجة النهاردة في ماتش الأهلي وكهرباء الإسماعيلية تقول إن الأهلي الجامل مثلا. بجد والله. فاللي هو انت عايز توصل لايه بقى؟ انتوا مشكلتكم كزملكاويه ان انتوا بتاعوا البقره بتكر الخيط، انت فاهم؟ يلا بينا بقى خلاص وقعنا يا وجي، يلا بينا تحت كلنا يلا بينا. فاهم؟ يلا بقى فلان يمشي وفلان يقع والدنيا بتقوم، ما بتقعدش عندكم كزمالك. انما الاهلي بيعرف يلم ورقه. الاهلي بيعرف يلم الدنيا. بس هو ده الفرق، خلي بالك بيني وبينك، بين الاهلي والزمالك يعني. الاهلي لما بيحصل له دروب بيعرف يلم الدنيا، بيعرف يقف تاني بسرعه. الزمالك بقى لا، اديني ويديك طول العمر قبل ما يطلع تاني. الله يا زيزو، الله على الجون التالت. مين بقى اللي سجل؟ شريف. شريف. يا جدعان الماتش احلى بصراحه من بعد اذنك يا زعام، سلام عليكم.